لا لا يا احسان، انت خيبت املي فيك خالص. احنا ناس مقصرين ولازم نرعى اصلنا. مش معقول انك انت تتجوز واحده بتشتغل. انما ابوها كان موظف. وكمان ابوها موظف؟ ايوه. انا متاسفه جدا، بنت زي دي مش في مستوانا. واحد زيك ابوه باشا واجداده باشوات يتجوز واحده ابوها موظف؟ اسمع، اذا كنت اتورطت وياها اديها قرشين واصرفها. الناس اللي زي دول بيطمعوا في اموالنا، عايزين ياخدوها منا باي تمن. اديها قرشين واقطع علاقتك بيها. اوعى تجيب سيره للباشا الا اذا كنت ناوي تقضي عليه. قلبه مش ممكن يستحمل خبر زي ده. يا مامي انا بحبها. لو حلفت لي انك بتحبها انا مش ممكن اصدقك. مش ممكن يكون في حب بين واحد زيك وبنت زي دي. دور لك على واحده تانية من طبقتنا وحبها، واحده بنت ناس. امال دي بنت ايه؟ معرفش. طيب اذا كانت المساله كده انا عندي حاجه احب اصارحك بيها. خلاص مش عايزه اسمع حاجه، واوعى تفتح السيره دي قدامي تاني. بتزعقي ليه يا سعادات؟ في ايه؟ ما فيش يا باشا. في حاجه يا احسان؟ دي مساله كنت انا قلت ما فيش حاجه. يبقى ما فيش حاجه يا احسان. مدام مامي قالت كده لازم تسمع كلام مامي. وبالمناسبه يا ابني، انت معزوم معايا الليله عند ابراهيم باشا سعيد. حاجه عائليه، انا وانت ومامي والباشا والهانم وبنته الوحيده. ما تنسيش الميعاد يا سعادات، الساعه 9. فاضل ساعتين. حاضر يا باشا. احب اقول لك يا ماما ان انا اتجوزت رجاء. ولو المسألة بسيطة، اتجوزتها تطلقها، وبدل ما تديها 100 جنيه نديها 200. تأكد انها هتكون مبسوطة جدا اكنها لقت كنز. طيب واذا كانت حامل؟ كل ده مش مهم، ملوش قيمة في نظري. نديها كمان 100 جنيه يبقوا 300. واوعى تجيب سيرة للباشا، انا هدبر لك المبلغ ده من حسابي الخاص. يا ماما. سوسو اسمع كلام ماما. وابني؟ هي تقدر تتصرف فيه كويس. بنات الناس دول عندهم خبرة في المسائل دي. يعني ايه؟ هتفهم بعدين. طيب انا لازم اخرج اروح لها دلوقتي. انت اديتها وعد يا سوسو انك تقابلها؟ ايوه اديتها وعد. الراجل الشريف ابن الناس ما يديش وعد ويخلفه من غير ما يعتذر. التليفون قدامك اهو، كلمها واعتذر لها. احنا معزومين، وبعد الباشا مادة كلمة نقوم نتأخر. يلا يلا حبيبي كلمها، وبعد ما ترجع نتفاهم. تأكد اني بقلبي معاك يا حبيبي. هي كانت بتكلمك منين؟ من مستشفى الدكتور خيري. طيب كلمها قبل ما نخرج. خد السماعة اهي.